يعني الاهلي جاب 4 اجوال قدام بورتو، عمل جول لكن منهم. في نفس الوقت لا سنة ما هو ثواني، في نفس الوقت هو ضربة الجزاء مين اللي جابها؟ يا اسامه ابو علي. لا انا بتكلم مين اللي تسبب فيه، ولا ايه المشكله؟ فبالتالي هو تسبب في ضربة الجزاء قدام بورتو وقدام انتر ميامي. ماشي. ده رقم واحد. رقم اتنين، لا انا بتكلم على امكانيات زيزو اللي انت عارفها وانا ايوه عارفها. ماشي. لا هل ماشي ده رد برضو على الكلام اللي حضرتك بتقوله؟ هل لان زيزو ما بقاش النجم الاوحد في الاهلي فبالتالي ده ادى لتراجع ادائه في المونديال؟ اه طبعا. لانه كان بص في الزمالك النجم بص الاوحد. يا حبيبي، انت في الزمالك كان كله بيدور ويديله الكوره صح. مم. هو في الاهلي بينزل يعمل ايه؟ مم. شغال فواعل. مم. الاول في الزمالك كان مهندس. مم. كرة تجيله اعملها كده اعملها كده، اشوطها في الجون، اشوط ضربة مم. جزاء. اول ما ضربة الجزاء بتيجي كله بيوسع ويديها له وهو يخش يشوط صح. مم. انت جت ضربتين جزاء، حد اداله الكرة يشوط؟ لا طيب بقى فواعل. فواعل ازاي بقى؟ ان انت اخدم نفسك بنفسك. مش هتعمل كده مش هيبقى لك نجوم. فده فده اثر. بيحتاج جهد اكبر. بالظبط كده اثر مم. على الحته الهجوميه اللي هو كان بيتميز بيها، بدليل ان بعد ما يعمل مجهود ده كله يا اسلام يجي له الكوره عايز يعمل كروس قد كده. مم. بتروح ضعيفه، ما بتروح، يا اما بتروح قويه. مم. وده انا عذره فيه لان هو بقاله فتره ما بيتمرنش في فرقه جماعيه. مم. واخد بالك؟ وده كان بقاله غلط من شهر. اكبر الغلطات اللي اتعملت، ان المدير الفني عشان جاي ياكل عيش ان هو رضي ان هو يمسك الفرقه في التوقيت ده. لان لو في نادي تاني هيذبحوه ويمشوه، مم. مش هيصبروا عليه. بس مم. طبعا هنا انت عارف هيصبروا عليه. دي حاجه عشان ما اقولكش ان احنا غلطانين، مش هيصبروا عليه عشان ان هو امكانياته، لا. مم. هيصبروا عليه عشان ما حدش يقول لك ايه انتوا، طب ازاي جبتوه، ازاي عشان ما حدش يطلع يقول لك مجلس اداره النادي الاهلي غلط ان هو جاب الراجل ده. ماشي. نفس الكلام ان زيزو وتريزيجيه المفروض ما يكونوش يبداوا. عايز تلعبهم يا عم، اخر ربع ساعه اخر تلت ساعه اديهم الاحساس بس.